يدور عليك. على فكره بقى عمك اللي انت عمال تتكلم عليه ده اصلا ما كانش بيخلف، واخدك من ابوك عشان يتسند عليك، وكان بيكرهك في ابوك عشان ما ترجعلوش تاني. هو انت فاكر ان انا فرحان بالكلام اللي انا بقوله لك دوت؟ انت مش فاكر ان انا اول مره شفته كان نفسي اخده في حضني واقول له وحشتني يابا، بقالي سنين ما شفتكش، وكل ده مش بايدي، عم هو اللي فضل يكرهني فيه. ولما انت بتحب الحب ده كله مستني ايه؟ روح له وخده في حضنك وقول له انا ابنك يابا. هتضطر روح من اول وجديد، ابوك تعب واتمرمط وشاف ايام ما حدش شافها. روح لابوك يا عمر، روح اقعد معاه واتكلم معاه وحسسه ان ليه سند وظهر قبل ما اروح منك وتندم على الايام اللي انت ضيعتها وانت مش معاه. انت عندك حق يا اشرف، انا هقوم اروح لابويا واقول له انا عمري اللي انت بتدور عليه بقالك سنين كتير، اقسم بالله ما حد في الدنيا وحشني قده، واعوض عن الايام السوداء اللي شافها كلها في حياته. السلام عليكم يابا. وعليكم السلام يا ابني. كان ليك ابن عندك بقاله 20 سنه؟ ايوه يا ابني. عايز تعرف هو مين؟ السلام عليكم. في حد موجود هنا اسمه الحاج ابو عمر؟